الأهلي ينفي كل ما يثار حول تلقي طاهر محمد طاهر عروض سعودية للرحيل بعد الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأهلي يكلف عدة وكلاء لاعبين بتسويق بيرسي تاو وعرضه على أندية الخليج والأندية الليبية على أمل إيجاد عرض جيد للاعب. الصحافة المغربية تؤكد وجود تفكير لدى الوداد المغربي في استعارة رضا سليم من الأهلي بنية البيع النهائي لتدعيم خط هجومه في الانتقالات الشتوية. الأهلي يصل معلومة غير مؤكدة عن توقيع محمد رأفت مهاجم الفريق الشاب للزمالك أو بيراميدز، ويحقق في الأمر لمعرفة الحقيقة قبل اتخاذ أي قرار ضد اللاعب. كهربا يأمل في العودة للمشاركة مع الأهلي في مواجهة زد اليوم بعد غيابه عن المشاركة تماما في كل المباريات الماضية. منتخب جنوب أفريقيا يستبعد بيرسي تاو من قائمته النهائية لمعسكر نوفمبر بسبب استمرار تراجع مستواه، والمنتخب المغربي يضم يحيى عطية الله ويستبعد محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والمنتخب الجزائري يضم أحمد القندوسي لقائمته. نادي نيس الفرنسي يستبعد محمد عبد المنعم من مباراته القادمة في الدوري الأوروبي بسبب شعور اللاعب بآلام في عضلة السمانة، ويخضع اللاعب لأشعة للوقوف على حجم إصابته ومدة غيابه. كولر يدرس منح لاعبي الفريق الغير دوليين راحة لمدة 5 أيام أو أكثر قليلا بعد مواجهة زد بالدوري. فرحة عارمة تسيطر على حمزة المسلوسي بعد عودته لقائمة المنتخب التونسي في المعسكر القادم، وصدمة تسيطر على الجزيري بعد استبعاده. مصدر بالمنتخب الوطني ينفي كل ما يثار حول استقرار حسام حسن على ضم أحمد فتوح في معسكر المنتخب القادم، ويؤكد أنه ليس من المنطقي ضم اللاعب في ظل وجود جلسة للحكم عليه يوم 16 من الشهر الجاري. النيابة تستدعي أحمد عبد الباسط وإبراهيم فايق للتحقيق معهم في شكوى الحكم محمد عادل ضدهم، والذي اتهمهم بتزوير مدار بينه وبين حكم الفار في مواجهة الزمالك والبنك الأهلي. ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي يدافع عن محمد عادل ويؤكد أنه شخص أمين وعلى مستوى خلقي رفيع، وخطأه في مباراة البنك الأهلي والزمالك وارد ومن حق الجميع الاختلاف أو الاتفاق معه، ولكن ليس من حق أحد أن يسرب ما دار بينه وبين الفار، وأنه لابد من شطب من قام بهذا الفعل لتشويه محمد عادل تماما أمام الرأي العام وتصدير صورة سيئة عنه بأنه يجامل نادي الزمالك. محمد فضل يؤكد أنه لو كان متواجدا في اتحاد الكرة حاليا لكان خرج بقرار إقالة لجنة الحكام فورا في ظل خيانة الأمانة والتسريبات والخلافات والصراعات المتواجدة بين الحكام، ويؤكد أنه لا يرى أي مانع من الاستعانة بلجنة حكام من الفيفا من أجل تطوير الحكام المصريين. حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يدافع عن محمد عادل ويؤكد أنه من حقه اللجوء للنائب العام لمعرفة المسؤول عن تسريب ما دار بينه وبين حكم الفار، وخصوصا أنه منذ 20 عام في التحكيم المصري ويريد شخص معين تصدير صورة سيئة عنه في نهاية مشواره وأنه ينحاز لنادي معين. تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق يطالب مسؤول الزمالك بالكشف عن أسباب سداد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أموال سامسون، وهل كانت تبرع شخصي منه للنادي أم سيستردها بعد ذلك. اجتماع هام بين وزير الرياضة وحسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالنادي، وخصوصا الأزمة الأخيرة للثلاثي الذي تسبب في مشكلة في الإمارات ولم يتخذ النادي ضدهم أي قرار حتى الآن. وكيل فينيسيوس نجم ريال مدريد يطمئن جماهير الريال ويؤكد أن المفاوضات بين اللاعب والهلال والأهلي السعودي متوقفة منذ أغسطس الماضي، وأنه لا يوجد أي جديد بشأن موكله في الفترة الحالية. باريس سان جيرمان يدين ما قامت به جماهيره في آخر مباريات الفريق واللافتة الضخمة التي رفعوها وكانت تحمل رسالة فلسطين حرة، ويتمنى أن تبتعد الرسائل السياسية عن الملاعب. إبراهيم سعيد يوسف أيمن حافظ لاعب دولي قطري وكان بيلعب في أندية لها اسمها هناك مثل الدحيل، ولكن اللعب للنادي الأهلي مختلف ومش أي حد يقدر يستحمل اللعب بقميص النادي الأهلي. أنا أول مرة أشوف مدافع بيسيب مكانه وينزل مع المهاجم لوسط الملعب، دي حاجات عمري ما شفتها. إحنا لما كنا بنلعب كورة كانوا بيقولولنا المهاجم اللي معاك لو نزل وسط الملعب سيبه خالص. الله يكون في عون رامي ربيعة. في المباراة اللي فاتت أمام سيراميكا أول ما خرج يوسف أيمن الدنيا ظبطت شوية، ومش أي حد هيبقى مدافع مع احترامي. المدافع لازم يكون عنده مقومات معينة، ثبات انفعالي وتمركز جيد وقرارات صح ويباص الكرة صح ويقطع صح. يوسف أيمن كان يفعل كل هذه الأمور بشكل خاطئ في مواجهة سيراميكا. يوسف طويل ولكن الطول عامل له مشكلة، لو لاعب مهاري هيعدي منه بسهولة، وده اللي اكتشفناه في مباراة سيراميكا كليوباترا. هو ممكن يكون مدافع جيد في الكرات العالية لكن قراراته غلط. يوسف أيمن ممكن يكون لاعب كويس ولكن بيلعب في النادي الأهلي واحنا مش جايبين حد نختبره ونديله فرصة، ممكن ندي الفرصة دي للاعب
لاعب ناشئ أفضل. هو مش مفيد للنادي الأهلي على الإطلاق، والمدافع الكويس بيتعرف من وقفته وقراراته. حسن مصطفى: مواجهة الأهلي وزد صعبة بكل تأكيد، خصوصا أن زد يضم عناصر قوية وبعضهم سبق له ارتداء قميص النادي الأهلي تحت قيادة مدرب جديد مثل مجدي عبد العاطي. الأهلي لو لعب بنفس مستواه في الشوط الثاني أمام سيراميكا كليوباترا ستكون هذه المواجهة سهلة بالنسبة له، لكن لو لعب مثل الشوط الأول فاللقاء سيكون صعب للغاية. وفي بعض المباريات يظهر لاعب الأحمر في حالة إجهاد ذهني. الأهلي لعب في بداية لقاء سيراميكا بشكل جيد ثم تراجع بشكل واضح وسيطر المنافس على نهاية الشوط الأول، والفريق الأحمر كان يعاني من مشكلة في وسط الملعب، ولم يكن هناك ربط بين خط الوسط والهجوم، ولكن بعد مشاركة قفشة اختلف الوضع تماما، وقفشة طريقته مختلفة عن إمام عاشور، والأهلي تفوق في النهاية بفضل اللياقة البدنية وجاهزية لاعبيه بشكل أفضل. دفاع سيراميكا كان يعاني أمام الأهلي في الشوط الثاني ولم يكن هناك أي ضغط قوي. فريق زد يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين مثل شادي حسين والبنوبي وزيكو واسماعيل والعش وعلي لطفي، ولكن أعتقد مستوى الأهلي سيرتفع مع مباراة اليوم، ولو كان زد يريد المكسب فلا بد من الضغط العالي على الأهلي الذي يعاني في خط الوسط، خصوصا أن مروان وكوكا وإمام عاشور لا يجدون بناء الهجمة بشكل جيد. أتمنى أن يستمر طاهر محمد طاهر في تقديم المستوى القوي وكذلك إمام عاشور، والفريق يحتاج لضم مدافع جيد في ظل إصابات ياسر إبراهيم ومستوى يوسف أيمن حافظ الغير مطمئن وإصابات أشرف داري كذلك. لماذا لم يلعب لاعب الزمالك أمام البنك الأهلي بنفس أداء مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي؟ هل كانوا يحتاجون إلى شيكابالا لجلب فيديو لأشخاص يتحدثون عن الفريق بشكل سيء؟ الكرة المصرية تعيش حالة أجواء ساخنة للغاية، وكل القضايا أصبحت تصب في جهة واحدة فقط وهي الحكام، والأمور تفاقمت بسبب عدم تدخل مسؤول اتحاد الكرة في تلك الأزمة منذ البداية. أي حكم أجنبي جاء لمصر كانت له أخطاء ولكن لم يكن أحد يتحدث عنها، لكن التحكيم المصري دائما يتعرض للانتقادات على مر التاريخ. المفروض أن أخطاء التحكيم تكون بعد عدة جولات من الدوري، لكن أننا نبدأ البطولة بكل هذه الأخطاء أمر كارثي. ما يحدث كارثة واضحة بكل المقاييس. ومنذ أول مباراة بين حرس الحدود وسموحة حدثت مشكلة في سماعات طاقم التحكيم، وهذا يعد إهمال رهيب للغاية.